بزاف ديال المقاولين كيشوفوا باللي التأمين غير مصروف زايد، ولكن في الحقيقة التأمين يقدر يكون هو اللي كينقذ الشركة ديالك. تخيل معايا عندك شركة صغيرة في البناء وخدامين معاك شوية ديال العمال والخدمة دايرة مزيان، وفي نهار من الأيام واحد العامل طاح من الفوق ديال الورش، تصاب بإعاقة ولا الله يحفظ توفى. من داك اللحظة المشكل ما بقاش غير حادثة، المشكل ولا هو الشركة كاملة. في المغرب المشغلين عندهم التزامات قانونية بخصوص التأمين على حوادث الشغل، وإذا ما كانتش الشركة مأمنة بالشكل الصحيح تقدر تواجه تعويضات كبيرة ومشاكل قانونية. إلا ما كانش عندك تأمين المناسب الشركة ديالك هي اللي غادي تتحمل التعويض، وهذا التعويض يقدر يوصل لمبالغ كبيرة بزاف. وبالنسبة لشركة صغيرة هذا الشيء يقدر يمحي سنوات ديال الخدمة وحتى يوصل بها للإفلاس. لهذا ما خصكش تشوف التأمين على أنه مصروف، شوفوا على أنه حماية. كتأمن المشروع ديالك، كتأمن العمال ديالك، وكتآمن المستقبل ديال الشركة ديالك، حيث بناء شركة كيحتاج سنين ديال الخدمة، ولكن حادثة واحدة تقدر تضيع كل شيء. مع أشورانس إفري المعلومة ديالك في اليوتيوب غير بكليك واحدة.